مفيش احلى الصراحه من ان انت تمشي في الشوارع دي. لندن يا جماعه والله جميله جدا. هو المفروض المكان ده هو بيقول لك الجرائم اللي حصلت في بريطانيا. الراجل اتحط على المسرح كذا مره. السلام عليكم، عاملين ايه؟ موجودين النهارده في لندن بعد غياب طويل، ومعانا الاستاذ احمد حمدي الفورمه بتاعتنا. يا اهلا وسهلا. موجودين النهارده في لندن. المفروض ان احنا يعني هناخده كده جوله سريعه في لندن، وانا حاليا داخل لندن دنجن. هندخلوا المكان ده نشوفوا طبعا المكان عامل ازاي جوه. احنا دلوقتي قدام لندن دنجن. هو المفروض المكان ده هو بيقول لك الجرائم اللي حصلت في بريطانيا، فخلينا ندخل نشوف المكان من جوه عامل ازاي ويلا بينا. احنا لسه طالعين من المتحف، بس المشكله ممنوع التصوير جوه خالص. والصراحه هو اصلا ما فيش حاجه تتصور كويس. هو المكان يعني مش وحش، المكان جميل لو انت عايز تيجي تدخله، بس يعني انا ما افضلوش الصراحه. ايه رايك يا ابو حميد في لندن دنجن؟ بصراحه اديها 6 من 10. يعني اتجاه تاني؟ اتجاه تاني؟ يعني اديها تاني؟ لا بصراحه لا. ما رشحهاش بصراحه. هي حلوه ما بس يعني رشحهاش. مش هي قوي. جميله بس يعني مش اللي هي تروحها تيجي انت عشان تروحها. لا بالظبط. هو متحف الشمع، وان شاء الله في فيديو هيبقى المتحف الشمع ان شاء الله يبقى الشهر الجاي واللي بعديه. احنا حاليا بيج بن قدامنا، وادي لندن اي. فخلينا نروح نشوف هنعمل ايه في اليوم بتاعنا اللي احنا خلاص يعني ضيعنا حوالي نصه. ما هي عشان ريحه ميتين المفروض اللي هو الريحه ما كانتش. ما دول بيعملوا ايه دول؟ بص ده. ما علينا. ما علينا. احنا عايزين نروح نشرب قهوه يا باشا ونجيب ميه عشان عطشان. بقول لك ايه، احنا محتاجين قهوه. محتاجين كده فنجانين قهوه. لا كوبايتين قهوه بقى عشان احنا نشرب قهوه. كوبايتين قهوه. كابتشينو. كوبايتين قهوه. خلي بالك الراجل ده جاب لي قهوه مصريه اسكندرانيه. انا لحد دلوقتي مش قادر استنى ان انا اروح اضرب لي فنجان كده يظبط المدام. لندن يا جماعه زحمه جدا، الواحد مش عارف يمشي الصراحه من كتر الناس. يعني زي ما انتم شايفين كده الناس بتتصور في كل حته، فانت حرفيا يعني ما فيش مجال ليك. والفورمه بتاعتنا ما اعرفش بيعمل ايه، عمال يتصور، عم بيصورني. والحسين هنا شكلها مختلف برضه، يعني هتلاقي بص الاختلاف ما بين الاتنين. الحسينة اللي هنا غير الحسينة اللي عندنا في مصر. البوليس في لندن هنا ممكن تلاقي عادي راكب حصان وماشي بيه في الشارع عادي، مفيش اي مشكله. احنا بقالنا ساعة بنتكلم قدام الكاميرا، المعلم ده كان واقف بيصور قدام الكاميرا وفي الآخر مفيش حاجة، الكاميرا أصلا ما كانتش بتصور. فالمهم احنا في كافيه نيرو بنشرب القهوة بتاعتنا وايت شوكليت موكا. تمام يا جماعة، أحسن كافيه ممكن، أحسن قهوة ممكن تشربها في إنجلترا. أنا بحب كافيه نيرو الصراحة ومش مقاطعة. فاحنا نشرب القهوة بتاعتنا ونطلع بره نتعامل مع الناس اللي بره دي بقى. بالظبط. بعيدا عن ان انا ماليش في حوار التصوير والكلام. اعلمه ماليش في حوار التصوير ده، ولكن تصوير هتقص لي الحوار ده كله هيتقص. كله هيتقص. هو اتقص اصلا. كله مقصوص. المهم ان انا عايز اقول حاجه الشهاده كده تتقال برضو. بص والله العظيم بس فكرتني بفيلم العيال كده، بص ريحه العيال كبرت لما كان بيقرا الكتاب بالمعروف. اليوم جميل والراجل دوت طلته جميله. الله يبارك فيك يا صاحبي. والجو اجمل. يعني انا مش عارف الناس اللي عايشين في انجلترا هيعرفوا قد ايه ان كونك انت تروح كده تخرج كده تعمل اوتنج وتخرج، وبالذات تروح لندن. ولحد دلوقتي سوفر المطر ما بمطرش. دي الحادث ذات نفسها دي غريبه. غريبه. وتحس ان انا دلوقتي انا عايش داخل في بقالي سنه ونص كل يوم حرفيا في مطره. فكون ان انا اروح لندن وما الاقيش مطره، ده لوحده مديني سعاده بصراحه. يعني بعيدا عن بيت الرعب اللي دخلوا لنا. احنا المشكله احنا ما عرفناش نصور جوه.
الراجل ده متحف الشمع بقى حاجه تانية. الراجل ده اتحط على المسرح كذا مره. بس يا عم هتمدحنا يا عم، هقفل الفيديو والله. حطينا هو اتحط على المسرح مره، بس انا المرتين بتوعي كان يعني سلخنا ضحك. مرتين صراحه يعني مرتين الناس كلها فزت من الضحك على الارض يعني. بس ماشي كان يوم حلو، كان يوم حلو. والقهوه جميله جدا، اول مره اجربها بصراحه. كافيه نيرو القهوه بتبرد، بصراحة ما بحبش اشرب القهوه بارده، بحب اشربها سخنه. لو تعرف او حد يعرف يقول لنا ان انا لو اعرف اجيب تاكسي العاصمه تاكسي لندن تشتريه اشتريه ويكون ملكي انا بقى، ويكون عربيتي الخاصه بتاعتي اللي انا مش عارف اعمله ولا لا، بس انا بصراحه العربيه عجباني جدا. فبس هنا هي شغاله تاكسي بس، فمش عارف بقى هل ممكن ان احنا نقلبها من تاكسي لعربيه عاديه. مش عارف ده ممكن يحصل ولا لا. بس بص العربيه عامله ازاي. العربيه جميله جدا، فخمه، وتحسها كده، تحسها مديه شكل الاغنياء. انت شخص غني. District line, the train now approaching is to Upminster. Please stand back from the platform edge. وصلنا المكان ده. لندن يا جماعه والله جميله جدا، بس واحلى حاجه انك انت تيجي في يوم مش اجازه، يعني ما تجيش يوم السبت ولا يوم الاحد، تيجي يوم كده مثلا في وسط الاسبوع علشان الدنيا تبقى هاديه شويه. المبنى اللي هناك ده انا طلعته قبل كده كذا مره، ودي شوارع لندن. احنا حاليا رايحين مكان المفروض اللي احنا هنشوف المنظر اللي فوق ده من مكان معين، فاحنا رايحين المكان ده ناخد فيه شويه صور ونصور فيه شويه فيديوهات. ف استاذ احمد هو المفروض يمشينا، بس ايه الدنيا فين؟ فاضل لنا قد ايه يا ابني؟ فاضل لنا 5 دقايق مشي. 5 دقايق هنمشي كده بقى. نمشي كده. مفيش احلى الصراحه من ان انت تمشي في الشوارع دي والابراج دي جنبك وشكل المباني الجميل ده جنبك. الشوارع بتاعت لندن الصراحه مختلفه. اكل صيني تدخل تجرب. بياكلوا خنازير هنا. مش بياكلوا، بس دي تقريبا كده هي ممكن الحاجه الوحيده اللي ممكن اكلها الباستا. طبعا ده ايه بقى مش عارف. ده خنزير وده هتلاقيه بط، ان هم بياكلوا بط. انا لو وديتك الحي الصيني، لو مشيت هناك هتلاقي ريحه استغفر الله العظيم. الناس دي كلها مستنيه طبعا دورها عشان تطلع الجاردن اللي فوق، فالناس دي كلها مستنيه دورها. والصراحه المنظر من فوق جامد، بس المشكله الصور ما بتبقاش احسن حاجه. فاحنا رايحين مكان تاني المفروض اللي احنا هنقدر ناخد صور جميله جدا من هناك، والمفروض اللي هو برضه انت مش محتاج انك انت تحجز عشان تروح المكان ده، فاحنا مش حاجزين. خلونا نروح المكان ونشوف هنقدر ندخل ولا لا. وفي كذا مكان زي الجاردن ده ممكن تطلعوا في مكان اعلى من المكان ده، بس لازم برضه تحجز له كده. لازم تحجز لها. بس فوق سكاي جاردن فوق يا باشا هتلاقيها زحمه، والصور زي ما قلت لك في سور قدامك، السور ده كبير كده فانت ما بتقدرش تتصور مع الفيو كويس. لا ما نشوف مكان في لندن زي المكان اللي ورايا ده لازم نقف ونفضل نبص على المكان وناخد صور. المكان صراحه لندن يعني ملهاش حل. ف تاخد صوره هنا، ناخد الصوره هنا اهو. اضطر بقى اللي احنا نقف في الطابور ده كله، مش مشكله يا باشا، هنقف في طابور طويل بس مش طويل قوي الصراحه. طبعا هو ده اسم المكان، المبنى هنا اهو. طبعا هو ده المكان اللي احنا جايينه، ده الفيو ورانا. ده من تقريبا من الاماكن الجميله اللي انت ممكن تجيها. بتشوف طبعا السكاي جاردن او مبنى الوكي توكي،
بتشوف ده تقريبا اعلى نقطة في لندن ممكن تيجي على البرج اللي هناك ده. بس هي المشكلة ان الصور في المباني التانية دي ما بتبقاش حلوة علشان الازاز اللي هم حاطينه. فده المفروض مكان احسن تقدر تاخد منه صور افضل. وصراحة القعدة هنا جميلة جدا، مش زحمة. المكان ده لو عندنا في مصر يعني مش عارف اقول ايه بصراحه. لو المكان ده موجود في مصر عندنا هيبقى مش اقل مثلا الحجز بتاعه مش اقل التذكره مش اقل من 300 500 جنيه. هتلاقي ناس كتير 5000 وتلاقي مثلا ناس كتير جدا. ده غير كمان انا طبعا مش بسوق صورتنا، ولكن بس مش هتلاقي مثلا بالنظافه دي. هتلاقي مثلا على الجنب كده واحد مثلا بيعمل مثلا فشار، واحد بيعمل ذره، وهتلاقي بتاع فريسكا، وهتلاقي بتاع فريسكا، وهتلاقي بتاع حد بيعمل حمص الشام. احنا عايزين بقى ايه بس صوره جميله بصراحه يعني. طبعا يومنا كده انتهى في لندن، احنا لسه قاعدين فوق. الصراحه المكان جميل، فان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. يعني الفيديو بتاع النهارده ما ظبطش زي ما انا عايز، بس ان شاء الله الفيديوهات التانية هتبقى احسن من الفيديو ده. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.